ناس كتير بتروح تقدم مع مكاتب او تروح تقعد مع مكتب علشان تعرف طرق التقديم، عايز يسافر اوروبا وخلاص. خليني اعرفك، انت ممكن تكون مش مؤهل 100%، بس هو عايز يخليك تقدم، لانه هو لما يخليك تقدم هو هيكسب منك في كل الحالات، سواء بقى هيجيب لك موعد، سواء هيترجم لك اوراق، سواء هيعمل لك ملف، المهم تقدم وخلاص. انك تقدم معاه هو الكسبان. لكن انت كسبان ايه؟ انت كسبان انك بتجرب، ولكن مش هتاخد التأشيرة. طيب المفروض علشان تكسب وعلشان تبقى مجرب صح، انت المفروض تعرف انت مؤهل تقدم ايه بالظبط، وتعرف المتطلبات وتقيم نفسك هل انت مؤهل في الوقت ده انك تقدم، ولا تنتظر الاول 6 شهور وتظبط اوراقك كويس وبعد كده تقدم صح. وانك تعرف انت مؤهل سواء للسياحة، سواء للدراسة على حسب سنك، سواء للهجرة على حسب خبرتك. المفروض تعرف الكلام ده كله الاول قبل ما تقدم مع اي حد وتخسر لك 12000 و15000 جنيه وخلاص. لا، انت المفروض قيم نفسك واعرف الاول. احنا دورنا بنقيمك وبنعرف انت مؤهل لايه بالظبط وبنعرفك. احنا دورنا بنتابع معاك خلال الفترة اللي انت المفروض تقوي فيها ورقك، وبعد كده بنقدم لك. لو عايز اي استشارة او عايز تكلمنا، ابعت لنا رسالة على الخاص وهنحجز لك موعد ونعرفك كل المتطلبات اللي هتكون مناسبة معاك وانك مؤهل لايه بالظبط، عشان ما تستعجلش وتروح تقدم مع اي حد وتخسر فلوسك. لو في اي استفسار ابعت لنا رسالة على الخاص وفي حد من التيم هيرد عليك. سلام عليكم.